المهندسين، وعندنا من محبة من طرف البشرين عشان عندها. مرحبتين، تفضلي أختي. الو. نعم، من نهارك سعيد، تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت نشارك معكم لو من فضلك. تفضلي. الموضوع معلش هو طبعا صح مهم يعني كضمان اجتماعي كإعاقة جسدية، بس احنا يعني بصراحة يعني الشعب الليبي بصفة عامة يعاني من إعاقة جسدية وذهنية ونفسية. التعليم عندنا زفت، الصحة عندنا نفس الشيء، ما عندناش الإدارة معدومة. الجهات العامة اللي ماسكة يعني الناس اللي هي ماسكة الجهات العامة هذه يعني كيف تفكر، منين تجيب في قراراتها، منين تصدر فيها القرارات، على أي أساس مش معروف. يعني أي جهة عامة لما يصدر قرار، يعني لو انك انت دورت مثلا او انك انت بحثت في من صادر القرار ما تعرفش منين، لو انك انت ناقشت او دورت يقول لك هذا جاينا قرار من فوق، منين من فوق الله اعلم، ما تعرفش يعني منين من فوق. عرفت كلمة قديمة هذه. ايوه. وعندنا حاجة ثانية، عندنا بدل السنة مش السنة في الشهر يصدر 10 قرارات 20 قرار، يلتقى طبعا القرار الاول يصدر قرار ثاني في كل المجالات. باهي عندنا يا استاذ التعليم السنة هذه زفت للمليون. يعني معقولة احنا شعب عربي نقروا منهج سنغافورة؟ على اي اساس طالب سنة اولى ابتدائي تعطيه من 1 ل10 غصبا عنا الطالب يتعلم في حصة واحدة؟ على اي اساس؟ طالب سنة ثالثة ابتدائي تعطيه يقرا الجهاز الهضمي، تعطيه يقرا العلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة؟ معقولة هذه الكائنات الحية يعرفها طالب سنة ثالثة ابتدائي؟ الناس هذه يعني هي كل مسؤول يمسك منصب يبي يثبت وجوده على اي اساس الله اعلم. يعني فهمتك اني يجي فيها الافكار من خيالها. ما عندكش حاجة عن المعاقين؟ اصلا احنا كنا معاقين، مش قلت لك احنا معاقين نفسيا وذهنيا. قراراتنا ممكن معاقة، قراراتنا معاقة. أم محبة بارك الله فيك، إن شاء الله يعني تسلم الفلوس للمواطنين وكل واحد يدبر حاله زي ما يبي هو، واللي زي ما قال اللي بيقرأ هنا يقرأ زي ما قال قائد، واللي بيعيش برا يعيش، وهذا هو الحق. يا ريت يسرعوا بهذا الموضوع هذا ويعطي لكل واحد مستحقاته. معاقين بالتأكيد عندهم مستحقات في التضامن الاجتماعي والضمان الاجتماعي وفي الصحة موزعة، يجمعوهم في هيئة واحدة ويستفيدوا منها المعاقين، أو يدبروا حالهم من حد يدير لهم شؤونهم، تكون يعني الأموال المخصصة لهم كلها يعني تحت إرادتهم. شكرا، بارك الله فيك. تفضل.